السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم السيد رئيس مصر القادم أحمد رزق. طبعا كل رئيس مننا بيبقى ليه طبعا برنامجه الانتخابي، فاحنا هنقول لكم البرنامج الانتخابي بتاعنا، وعايزين طبعا هنشوف مصر دي هتوصل لفين. أول حاجة تعالى نحسبها صح دلوقتي بكل صراحة. احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نزرع 8.5 مليون فدان الزراعية اللي في مصر حشيش. ايوه حشيش، ايه المشكلة؟ ما تستغربش، لموسم زراعي واحد، وبعد كده هنتوب ونرجع لربنا، يعني ربنا يسلمها ان شاء الله. تمام. آه، سعر كيلو الحشيش 15 ألف جنيه. سعر الطن عامل 15 مليون جنيه. تمام. لو جينا قلنا مثلا في 3 طن، اللي هو ال 15 مليون في 3 طن، تبقى إنتاجية الفدان، ده إنتاجية الفدان يعني. يعني 45 مليون جنيه. 45 مليون جنيه. اضرب 45 مليون جنيه في 8 مليون ونص فدان. شوف هيجي معاك، هيجيب معاك كام؟ هيجيب معانا 382 ونص تريليون جنيه. يا نهار فل. هنسدد 4 تريليون و400 مليون على الجزمة القديمة طبعا. هنبني 20 مليون فيلا للشعب، ل20 مليون أسرة على كافة السواحل المصرية وعلى أعلى مستويات الرفاهية. الفيلا هتعمل لها مثلا 3 مليون جنيه، يعني ما يعادل 60 تريليون جنيه. هنفتح حسابات بنكية لكل أسرة بفيزا، بفيزا كارت 5 مليون جنيه. تمام. يعني 100 تريليون، يعملوا 100 تريليون جنيه. باقي الفلوس هنجيب بيهم تجاوب بانجو للسنة الجاية إن شاء الله.